طارق الباب رفقا حين تتركه، فإنه لم يعد في الدار أصحاب. تفرقوا كأنه لم يكن فيها أنس وأحباب. ارحم يديك فما في الدار من أحد، لا ترجو ردا فأهل الود قد راحوا. ولترحم الدار ولا توقظ مواجعها، للدار روح كما للناس أرواح. بمناسبة إن المقدمة كانت عن البيوت، فأنا جاي النهاردة أعمل عظمة. ربنا قال في القرآن الكريم: لا تخرجوهن من بيوتهن، يقصد الزوجة. فليه ربنا عز وجل خلى البيت ملك للزوجة رغم إنه في الأصل ملك للرجل؟ الكلام ده خلانا ندور عن الآيات اللي بيذكر فيها كلمة بيت مقترن بالمرأة والزوجة، فلقيت الآيات التي تراعي مشاعر المرأة وتمنحها قدرا عظيما من الاهتمام ومن الاحترام والتقدير. قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. امرأة العزيز تراود يوسف وتهمه بالمعصية، ورغم ذلك لم يقل الله عز وجل: وراودته امرأة العزيز يوسف في بيته. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. البيوت دي ملك لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ليه نسبت لنسائه؟ اسمع كده ربنا قال ايه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. حتى في أوقات الخلاف وحين يشتد النزاع فالبيت يظل بيتها. مفيش غير آية واحدة بس لم ينسب فيها البيت للمرأة: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. عندما فعلت المرأة الفاحشة وبشهادة 4 شهود عدول لا ينسب البيت لها. خلاص، الآن يسحب التكريم. أي جمال ودقة في آيات الله، فسبحان من كان هذا كلام. والله ما رأيت دينا يصون ويرفع قدر المرأة مثل الإسلام. هذه حقوق المرأة في كتاب الله، وليست حقوقها عند مدعي الحرية والسفور الانفلات. نسأل الله أن يحفظ نساء المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وسنلتقي إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.